احنا مع مصر قبل مع تعديل ما احنا او الغاء او اعاده هذه المعاهده مره اخرى بما لا يضر بامن مصر القومي. هو يعني في مع البداية ولا ضد؟ ما أنا في البداية عايزين نعرف يعني مصر قبل الثورة حاجة وبعد الثورة حاجة، فعايزين بعد الثورة يبقى في شفافية كاملة مع الشعب المصري. عايزين كل الشعب يطلع على بنود الاتفاقية من أولها لآخرها، مفيش حاجة اسمها سياسية استراتيجية بنود معينة مخفية، لا احنا عايزين نعرف من حقنا نعرف كل البنود اللي اتفقنا عليها. مش المفروض بعد 30 سنة هذه الاتفاقات بتعلن يعني؟ ما المفروض احنا دلوقتي كله كلام، لكن الحقيقة ايه 100% محدش عارف الحقيقة، فبنتكلم اجتهادات، بنعرف معلومة من هنا ده المفروض معلومة تعلن من يا هنا. فندم للشعب كله، فالمفروض تعلن منذ حينها، ده احنا نعرف. كنا في عصر مستبد منذ عهد السادات. بالظبط. احنا كانت المفروض تعلن في حينها مش النهارده. مش دلوقتي خلاص، قبل الثورة حاجة وبعد الثورة حاجة. المفروض كل الشعب نعرف كل خبايا الاتفاقية وكل اللي اتمضى عليه وكل اللي اتوافق عليه، والشعب يعترض بعد كده، وعلى اسرائيل ان توافق على إرادة الشعب زي ما حصل في السفارة دلوقتي والاعتصامات. الشعب هو اللي بيحكم، هو إرادته هي اللي بتحكم. تمام. فلازم الشعب يوافق على كل بنود الاتفاقية. واحنا لو عمرنا سينا زي ما اسرائيل الجند هناك بيبقى بيشتغل في اعماله المدنيه، ولو في حرب بقول بيجتمعوا في ساعتين ومعاه السلاح، فاحنا كل الشعب اللي في سينا برضه معاهم نفس الوضع، يشتغلوا في سينا ويزرعوها ويعملوا فيها، وده اكل عيشه وبلده هناك، وهيتجاوبوا مع السينيين السيناويين والبدو وكده. ولو حصل مش عايز اقول ولا بدو ولا ما بالظبط، احنا مصريين، مواطن مصري ده بطاقه وده بطاقه في على ارض مصر، ده رقم قوي وده رقم قومي، احنا كلنا واحد. فلو حصلت احنا انا حاسس ان دي فزاعه عملتها الحكم السابق، ان في حاجه اسمها البدو وفي حاجه كده، ما احنا كلنا بنروح البدو ناحيه. لا، ما اسرائيل دلوقتي بتدافع عن امنها القومي، تقول لك انتوا خطر بيهددني لانكم بتدخلوا سلاح لاهل غزه هناك،